السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة هعمل معاكم نوعين من الفراخ المشوية بجد تحفة ومش هتستغني عنهم خالص. الطريقتين اجمل من بعض ومنقذين جدا، يعني ممكن تعملي التتبيلة وفي نفس الوقت تدخليها الفرن وقتي وبتستوي معاكي وبتبقى ما شاء الله. وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. وما شاء الله يعني وزن الفرخة اللي احنا هنعملها النهاردة 5 كيلو ونص، اللي هي الكبيرة التسمين كلنا عارفينها. يلا نشوف مع بعض المقادير والمكونات، تابعونا. معايا فرخة كبيرة تسمين 5 كيلو ونص، غسلتها كويس وعملتها في المحلول المائي وفتحتها من تحت الجلد زي ما انتوا شايفين كده، بس نحاول ان احنا منقطعش منها الجلد. هنحطها على جنب ونحضر المقادير. ربع كوبايه من الزيت، معلقه صغيره من الكركم ومعلقه من الخل، وبسيبها منقوعه ربع ساعه بالشكل ده. ومعايا التوابل، معلقه كبيره من توابل الفراخ وحبهان وربع معلقه من الفلفل الاسمر وحبه بسيطه من الملح. معايا حبيتين من الورق اللورا وعلبه زبادي وكوبايه صغيره من اللبن ومعلقه عسل وجزرايه بصلايه. ومعايا الكيس الحراري، ودي اللي هنربطها بيه في الاخر، بتكون موجوده في الكيس. بحط معلقه صغيره من الدقيق. الدقيق بيخلي الفرخه الجلد ما يلزقش في قلب الكيس وبيحافظ عليها. هقول لكم المقادير. بحط البصلايه والطماطم وجزرايه، بحطهم في الخلاط. بسم الله. بحط اللبن، هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. علبه الزبادي 200 جرام. بحط التوابل، معلقه توابل فراخ ومعلقه بابريكا وفلفل اسمر ربع معلقه ورشه بسيطه من الملح، هي دي التوابل بتاعتنا. وبحط المكونات اللي انا قلت لكم عليها، الزيت والكركم والخل ومعلقه من الصغيره من العسل. بحط رشه بسيطه من الحبهان ورشه بسيطه من الثوم البودر. بضربهم كويس في الخلاط وبحط الورق اللورا. هشرب بقى التتبيله دي كلها في الفراخ، ومن تحت الجلد لازم اشربها كويس. الفرخه هتقعد معانا 2 إلا ربع في الفرن، وعلى طول بندخلها الفرن وبنسويها وبتطلع ما شاء الله زي الزبده وجميله جدا ومستويه. وهنختبرها مع بعض. بعد ما بتبلها بشيلها، احطها في الكيس الحراري وبربطها بالخيط، الخيط اللي هو التخين اللي هو بتاع الاكل. بنزل كل التوابل، ده حتت من الجزر برضو، فضي كل يعني المكونات الباقيه فضيها في الكيس. بعد ما بربطه كويس بخرم الكيس من حوالين داير حاجه بسيطه علشان الكيس لا قدر الله ما يفرقعش في الفرن. وحاولي ما تخرموش من تحت. بدخلها بقى في الفرن 2 إلا ربع. ودي كده بعد ما قعدت 2 إلا ربع ما شاء الله. يلا بقى نشوفها بالسكينه. شايفين بدخل السكينه كلها يعني هي في الصدر ما شاء الله، وفي كل حته مستويه وما شاء الله بقت زي الزبده. هحشها واحطها في صينيه، بحط عليها بسيط من السوائل بتاعتها والباقي بخليه على جنب. تقدري تعملي منه صينيه بطاطس بتكون طعمها حلو قوي. هسيبها 5 دقايق تحت الشوايه اخر مرحله، وبقلبها الناحيتين وكده. بسم الله ما شاء الله بقت جاهزه معايا وما خدتش وقت خالص. وندخل على الطريقه التانية اللي تقدري تبيتيها طول الليل وتصبحي الصبح وقت الغدا تروحي مدخلاها في الفرن، بتكون جميله جدا. معايا فرخه 3 كيلو مقطعاها على 8 قطع. بحط مقادير متساويه: 10 حبات من ورق اللورا، 10 حبات من القرنفل، 10 حبات من الفلفل الاسمر. بخلطهم في الكبه بتاعه الخلاط، وبعد ما بخلطهم كويس بصفيهم وارمي الشوائب اللي هي بتتبقى الاخيره دي. التوابل القويه ديت هي دي اللي بحطها في تتبيله الفراخ، بتطلع مشويه وطعمها حلو قوي، والسر في التوابل دي. وباخد منها معلقه صغيره ممسوحه. معايا معلقه كبيره من توابل الفراخ ومعلقه صغيره من الكركم. احط بقى التوابل دي، يبقى انا معايا معلقه كبيره من توابل الفراخ والتوابل اللي احنا عملناها مع بعض، وربع معلقه من الملح ومعلقه صغيره من الكركم، ربع كوبايه من الزيت، علبه زبادي 200 جرام، حبايه صغيره من الطماطم وحبايه صغيره من البصل. هناخد معلقه صويا صوص، معلقه صغيره من العسل الاسمر او العسل الابيض. هجيب شفشق الخلاط احط فيه البصل والطماطم. هحط التوابل كلها، ربع كوبايه من الزيت، علبه من الزبادي، معلقه صغيره من العسل،
معلقه صغيره من الصويا صوص. هاخد كل المكونات دي على الخلاط واخلطها كويس. بسم الله. هنزل بقى عليها كلها بالخليط اللي احنا عملناه، وهنسيبها طول الليل في التلاجة او 6 ساعات، وممكن تسيبيها ساعة وتدخليها في الفرن هتطلع برضو جميلة، بس انا بحب اتبلها تاخد وقت شوية في التلاجة. نضربها بقى كده في التتبيلة وفي الفتحات اللي فتحناها، وهسيبها في التتبيلة لتاني يوم واغطيها واحطها في التلاجة. اللي حابب يشيل جلد الفراخ يشيله خالص، هتكون الفراخ مشوية وهتكون طعمها حلو قوي. انا شلت الجلد بتاع الصدور وخليت الوراك زي ما هي، لان انا قطعت الصدر على 4. دي الفراخ لما طلعتها تاني يوم من التلاجة هدخلها في الفرن على درجة حرارة 180. ممكن تغطيها بغطا وممكن تسيبيها من غير غطا. انا هغطيها دلوقتي بورق فويل علشان تتشرب كل البخار. خلاص كده غطيتها بورق فويل وعلى الفرن على طول. بتقعد ساعة ونص في الفرن، وما شاء الله كده جهزت معايا. واخر 5 دقايق شغلت عليها الشواية، وما شاء الله جميلة قوي وريحتها مش عايزه اقول لكم تحفه وجميله جدا من التوابل اللي احنا عملناها. وكده عملنا النهارده وصفتين، يا رب تكون وصفاتي عجبتكم. لو الوصفه عجبتكم انزلوا اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.